متتبعي الكرام، مرحبا بكم. السلام عليكم. نتمنى الفيديو الجديد يلقاكم بألف خير. اليوم نقدم لكم باتاشو معمره بالكريم باتيسير بنكهه القهوه. كتجي خاويه من الوسط والعماره كتجي فيها بنينه ومزيانه لداك الجوع الغريب اللي كيجي في العشيه. تشربوها مع كويس ديال القهوه. نخليكم مع الفيديو والمقادير. بسم الله. بالنسبه ل 5 غرام ديال الملحه، 10 غرام ديال السنيده، 100 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال الدقيق الابيض، و4 البيضات. في المرحله الاولى غنديروا الحليب وغنزيدوا عليه الملح والسكر سنيده وغنزيدوا عليه الزبده. الزبده ضروري تكون بحراره الغرفه باش كتذوب هي والحليب في خطره واحده، يعني ما نحتاجوش يعني ماشي يفيد لينا الحليب والزبده باقا ما دابتش، دونك ضروري تكون بحراره الغرفه. كنديروا العافيه في الاول متوسطه، نحطوا الكاسرول ديالنا تغلي، اون فوا كيبان لينا صافي غلات مزيان، يعني دابت الزبده ديالنا وغلا الحليب، كنحيدوه من فوق البوطه وغنزيدوا الدقيق خطره واحده. دونك كنخويوه خطره واحده، ضروري خاصو يكون مغربل من قبل، وكنحركو ضروري بمغرفه ديال العود. كنحركو مزيان، يعني ما تخافوش ما غادير لينا لا كواري لا والو، يعني كيبقى غير خاصنا نحركو بالزربه. صافي ملي كيبان لينا الحليب دخل الدقيق داخل مع الخليط وتجانس، كنحاولوا نقصوا شويه من البوطه وغنحطوه فوق البوطه باش نشفوا هاد العجين ديالنا. في هاد المرحله كتولي سميتها لاباناد، دونك كنحاولوا نشفوا لاباناد ديالنا باش كنعرفوها نشفات. كتولي ما كتبقاش تلصق لينا في المغرفه او في الكاسرول، يعني كتولي دغيا كتقلع، دونك حنا كندورو هي تدور معنا. دونك صافي كنشوفوها نشفات، غادي نمشيو ونخويوها في واحد الباسين اخرى اولا صالادي اللي تكون نقيه، ونحاولوا نفرقوها باش تبدا تبرد لينا شويه. دونك كنحاولوا نفرقوها ونخدموها شويه باش ما كنزيدوش عليها البيض ويطيب لينا يخسر. دونك كنستناو غير تبرد واحد شويه وعاد كنبداو نزيدو البيض. يعني صافي ملي كنهبطوا الحراره واحد شويه، يعني ماشي غنخليوها تتبرد، غير كنحيدوا من هذيك السخونيه المجهده، تنبداو نزيدوا بيضه ببيضه. كنديروا البيضه الاولى وخاصنا نخلطوا العجين حتى تجانس مزيان، يعني حتى تخلط هذيك البيضه مزيان، عاد كنزيدوا البيضه الثانيه. هنا بالنسبه للبيض ممكن نخدموا ب4 حتى ل5 د البيضات على حساب شحال نشفات العجينه وعلى حساب البيض واش كبير او صغير. كنبقاو نحركو مزيان حتى كتبان لينا تجانست. ملي كنبداو نخلطو كنديروا البيض غتلاحظوا بان العجينه كتفرق وكتمشي في كاع الاتجاهات. ما تخافوش، يعني كنبقاو نحركو، وكما قلت لكم ضروري غير بمغرفه العود. دونك كنبقاو نحركو حتى كتبان لينا رجعات تجانسات، وتنزيدوا البيضه الاخرى. دونك كنكمل البيض ديالي كله وكنتيستي العجينه واش وصلات. باش نتيستيها نجربها كندير المغرفه العود كنلوي عليها العجينه
الغايه اللي خاصنا نوصلوا لها ان تعطينا بحال منقار. دونك الا ما عطاتناش المنقار مقاد، هنا كنعرفوا راه باقي خاصها البيض. في هذه الحاله غنجيبوا بيضه نطربوها ونزيدوها للعجين. في حاله انكم فوتوا هاد لاباط شو فوتوا فيها البيض، يعني جات جاريه بزاف، فكنعاودوا نصاوبوا النص ديال هذيك الحليب مع السنيده مع الزبده مع هذا، وكنزيدوا عليها الطحين، يعني لابانات ديالنا كنعاودوا نصاوبوا النص ديالها، وكنحاولوا نطلقوها ماشي بالبيض، مي كنطلقوها بهذيك العجينه الاولى اللي جرات لينا حتى كنوصلوا للتركيبه ديال العجينه اللي بغينا نحصلوا عليها. هنا زدت البيضه كامله، يعني خدمت ب5 د البيضات. فوالا كنهزو فوق المغرفه. ملي كتبان لينا انها صوبت المنقار، ها هو تيبان هنايا. ملي كيكون المنقار مقاد هنا كنعرفوها وصلات. ولا فرقنا العجينه فهي ما كتعاودش تجمع دغيا، يعني كتبدا تجمع ولكن بشويه، حنا كنعرفوها صافي راها واصله. هذه هي احسن كونسيستونس. من بعد كناخذوا جيب حلواني، الراس ديالو يكون سامبل، وكنحاولوا نسدوه باش ما طيحش لينا العجينه منين نكونوا نعمروا البوش. جيب حلواني، وكنبداو نديروا العجينه ديالنا في الجيب الحلواني باش ندريسيوها. من بعد كنبداو ندريسيو في العجينه ديالنا. كنبداو نخويو العجينه، نحاولوا نمشيو بخط مستقيم، كنحبسوا ونحاولوا ندفنوا السده في العجينه. نفس الشيء تاني كنحاولوا نمشيو بخط مستقيم، نجيو حتى لراس نسدو، نحبسوا الدفع وكنسدو. بالنسبه لهذا الشكل هذا كيتسمى لي زيكلير. في العاده كيكون فيهم 12 سنتيم في الطول، انا درتهم غير ميني اكلير، يعني غير تقريبا 6 سنتيم نص ديالهم. بالنسبه للشكل الثاني هو لي شو، كنحاولوا ندفعوا خطره وحده، ما نحاولوش نهزوا يدينا. ملي كنساليو كنحبسوا الدفع ونديروا نصف دائره باش كندفنوا السده ديال العجينه. دونك ماشي مشكل الا خسرت لكم شي وحده، كنهزوها ونعاودوا نرجعوها للجيب حلواني فهي ما تتخسرش. بالنسبه للطهي، اللي عنده فران ديال الغاز غيدير عافيه متوسطه، يحطهم الوسط، و20 دقيقه ما غاديش نحلو عليهم تماما باش ما يطيحوش. من بعد 20 دقيقه كنقص الحراره على الحراره اللي كنطيبوا فيها الكيكه، وكنخليوهم حتى كيتحمروا مزيان. بالنسبه اللي عندهم فران ديال الضوء، نفس البرانسيپ 180 درجه 25 دقيقه. من بعد كنهبطوا الحراره ل 150 وكنخليوها يعني من 5 حتى 10 دقائق. بالنسبه لي هنا عندي ميني فهما دغيا غيطيبوا. من بعد غنمشيو للعماره. الكريم باتيسير غنحتاجو فيها نص لتر د الحليب، 40 غرام ديال البودره ديال الكريم باتيسير، 40 غرام ديال السكر سنيده، و قهوه سريعه الذوبان للتنكيه. اول حاجه كنحطوا الحليب يفيض فوق البوطه، كنمشيو نديرو صفار د البيض. بالنسبه لصفار د البيض اللي ما كيبغيش المذاق د البيض، فالبودر ديال الكريم باتيسير فيها البيض، يعني ما نحتاجوش نزيدو، يعني اللي ما تيبغيش المذاق ديال البيض مجهد. دونك قلنا غنديرو السنيده والبودر ديال الكريم باتيسير مع صفار البيض. هنا عندي 2 صفار د البيض. نحاولوا نحركو مزيان. هنا تنحركو غير باش ما يتحركش لينا صفار د البيض مع السنيده. كنعرفوا الا درنا صفار د البيض على السنيده وخليناها بلا تحرك فهو كيدير لينا حبيبات، وكيكونوا هذوك الحبيبات ما كيبغوش يذوبوا واخا نزيدوا عليهم الحليب.
دونك هنا لتفاديا لهذا المشكل فضروري ان احنا نحركو تيبان لينا هذاك صفار البيض بدا كيبيض. صافي من بعد ما وصلنا للتركيبه اللي بغيناه كيولي مبيض شويه وكيعطينا الخط. فهاد الاثناء غيكون الحليب فاض. دونك غنحاول نزيد انا قهوه سريعه الذوبان غنزيدها على الحليب. دونك نتوما غتزيدوا بالكميه اللي بغيتو يعني على حسب الذوق ديال كل واحد. بالنسبه اللي عنده النكهه ديال القهوه او مركز القهوه الطرابلي ممكن يزيدوا حتى طيب لا كريم، وممكن اللي يعز عليه مذاق الشوكولا يقدر يدير البودر كاكاو يزيدوه في لاكريم. كناخذوا الحليب اللي درت فيه قهوه سريعه الذوبان وكنخويو تقريبا مغرفه فوق هذاك السكر، فوق هذاك الخليط ديالنا الاول اللي فيه صفار البيض والبودره ديال الكريم باتيسير، وكنطربو مزيان لان الحليب سخون بزاف. بالنسبه للمبتدئات تقدروا ما ديروش الحليب حتى يسخن بزاف، يعني غير يبدا يطفى تزيدوه على هذا الخليط. من بعد كناخذوا الخليط كامل وكنخويوه على الحليب فوق البوطه، وكنحاولوا نطربوه بسرعه لانه دغيا البودره كريم باتيسير دغيا كطيب. دونك كنحاولوا نطربوه بسرعه. باش كنعرفوها طابت فاحنا ما تنحبسو التحرك حتى كيبان لينا بدات كدير فقاعات، يعني كتبدا دير فقاعات وما تحبسوش من التحريك باش ما تحركش لكم لا كريم من التحت. دونك حتى كتبان لينا عقادت وبدات كدير جبل كتغلي شويه، يعني ماشي كتغلي مي كتعطي واحد الفقاعه. دونك هنا كنعرفوها طابت ونحاولوا نديروها في واحد الاناء اللي يكون نقي، ماشي الاول اللي حركنا فيه صفار البيض وهذا باش ما يخسرش لينا هذاك صفار البيض اللي باقي ما تعقمش، ما يخسرش لينا الكريم ديالنا. كنطفيو البوطه على لا كريم ومباشره خصنا نخويوها في اناء اللي يكون نقي. غادي نغطيوها ببلاستيك غذائي ولكن كيكون كونتاكت يعني فوق الكريم مباشره باش ما كيديرش لينا داك البخار د الماء فوق تحت البلاستيك الغذائي ويخسر لينا الكريم. دونك كنديروا البلاستيك الغذائي مباشره فوق الكريمه ديالنا وخاصها تدخل تبرد، يعني ضروري تتبرد عاد باش نخدموا بها لان الكريم باتيسير من الحاجات اللي دغيا كتاخذ الميكروبات، يعني من الاحسن انها تبرد. هذا الشكل ديال البطاشو من بعد ما طابت فهي كتجي منفوخه وخاويه من الوسط. انا غنحاول نحل لكم وحده ورا كتشوفوا التجويفات لداخل فهي كتجي مجوفه من الداخل، يعني عندنا ليسباس فين نعمروا الكريم ديالنا. من بعد ما بردت لينا لا كريم ديالنا غنحاولوا نخدموها حتى ترجع البنيه الكريميه ديالها. بالنسبه اللي عنده الميكسور
فهو اسهل. يعني غتاخدوا الميكسور وتطحنوها حتى كتولي كريميه. صافي. من بعد غناخدو لي الشو ديالنا، كنديرو ثقب في الاسفل ديالو. هنا انا صاوبتهم بالليل وسخنتهم لغد ليه، داكشي علاش شويه حمرتهم. بالنسبه للميني زيكلير فكنديرو 2 ديال الثقوب، لانها طويله فهي محتاج تعمر مزيان. دونك من بعد ما تقبناهم كاملين كنديرو الكريم ديالنا في الجيب الحلواني وكنبداو نعمرو. كناخدو لي شو وكنعمرو حتى كنحسو بها تقالت، ومني كنخرجو البوش فهي بحال لا كريم كتعاود ترجع لينا، وكنديرو مسحه خفيفه عليها باش كنقيوها. بالنسبه لي زيكلير فكنحاولوا نعمروا في الاول من الثقب الاول حتى كنحسوا بلا كريم بدات تخرج، وكنبداو نعمروا في الثقب الثاني حتى كيبان لينا لا كريم بدات كتخرج من الثقب الاول. هنا كنعرفوها صافي راه عمرات لينا مزيان. نفس الشيء. دونك غنكملوا هكا حتى نكملوا الكميه ديالنا ديال لي شو لي ميني اكلير كاملين. من بعد هنا للتزيين خديت الفوندون وزدت عليه قهوه سريعه الذوبان مع شويه ديال الماء سخون. دونك كنحاولوا نزيدوا الماء سخون، ولا كان الفوندون شاد لكم بزاف تقدروا ديروه في حمام مريم مسخون، وبيان سور تزيدوا عليه الماء باش يتطلق لكم ويولي سهل في الخدمه. بالنسبه اللي اختاروا انهم يديروا الكريم باتيسير مع البودر كاكاو يقدروا يديروا كلاصاج نوار ولا للتزيين. وغندير لكم ان شاء الله الوصفه ديالو من بعد. بالنسبه للميني اكلير كنحاول نهز المغرفه ديالي حتى كتبدا تعطيني الخط، وكندوزها تحت من المغرفه دونك يعطيني خط مستقيم ومقاد، ونحاول نقاد الجناب. بالنسبه لي شو فكنغمسهم وتنحاول نتسنى حتى تستقطر مزيان، وتندير مسحه خفيفه بالسباتول ولا بيد وتنحطها. نعاود لكم لي زيكلير. كناخذ بالمغرفه نحاول نطلق خط ونجيب ليكلير تحت منها ندوزها على داك الخط تنغلف بها ونمسح الجنابات. وبالصحه والراحه. هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. مرحبا بكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان الوصفه تعجبكم. بسلامه.